السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم شيورنيت. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حرشة سهلة، الحرشة السائلة اللي كتحضر في وقت قصير جدا، كتوجد في 10 ديال الدقائق. نحضروها الفطور او الكوتي لضيوف الغفلة، تتحضر في وقت قياسي بمكونات سهلين واقتصاديين. كنتمنى تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. نبداو بسم الله على بركة الله. ناخذ اناء نوضع فيه 3 كؤوس من السميدة وملح، خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. ندوزو نحضروا السوائل. ناخذ اناء نوضع فيه بيضة بدرجة حرارة المطبخ و2 كؤوس من الحليب. الكاس اللي عبرت به السميدة نفسه اللي غادي نعبر به الحليب والماء. كأس من الماء ما يكونش سخون وما يكونش دافئ، ناخذوه من الصنبور. نخلطوا البيضة مع الحليب والماء، نخلطوهم مزيان بالخلاط اليدوي. بعد ما خلطتهم غادي نخليهم جانبا. نخلطوا النواشف، نخلطوا السميدة مع الخميرة والملح، وعاد نضيف الزيت. عندنا ربع كأس من الزيت، ملعقة صغيرة من العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر أو المربى. العسل تيخلي الحرشة ديالنا تجي لذيذة وتيحمرها بسرعة. نلبسو ديك السميدة بالعسل أو نرملوها بالعسل والزيت مزيان حتى نحسو بها ترملات كاملة. بعد ما ترملات غادي نضيف لها السوائل. هاد الحرشة تتكون سائلة ما تتكونش قاصحة. غادي نخلطوها وحنا تنخلطوها وديك السميدة تتشرب. غادي نخليها 5 ديال الدقائق ترتاح، وغادي نوجد المقلة ندهنها قليل من الزبدة ونرشها بشوية ديال السميدة. نفرغ الخليط في المقلاة، المقلاة تكون باردة. نحاولوا نقادو لها وجهها ونرشوها بالسميدة. نوضعوها على نار متوسطة باش ما تبقى لناش خضراء من الداخل وتحرق لنا دغيا دغيا. النار تكون مهيلة. تنعتذر على هذا المقطع اللي ما تصور ليش. انا وضعتها في المقلاة. الوجه الاول وضعته فوق النار والوجه الثاني شعلت الفران وطيبته. بعد ما طابت الحرشة تجي على هذا الشكل، تطيب بسرعة، تجي هشيشة. قدموها للفطور او الكوتي. شوفوا ما شاء الله. إلا عجبتكم الوصفة اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وتعليقاتكم الجميلة، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.